سولار ولعها نار. تاني حاجه معانا وهي ان الزمالك بيحطم كل الارقام القياسيه. بعد كده معانا زمالك الكونفدراليه فاقد الاهليه وفاقد الهويه. بعد خساره السوبر الافريقي للنادي الاهلي على ايد اتحاد العاصمه الجزائري، كولر يظهر العين الحمراء لبعض من اللاعبين. واخر حاجه معانا وهي عقوبات لاعبي الاهلي عقب خساره السوبر الافريقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناه واضغط اللايك التمام للفيديو وانضم لعيلتنا الاهلاويه. اول حاجه معانا وهي ارتا سولار ولعها نار. ارتا سولار الفريق الجيبوتي اللي اول مره في حياته يقابل نادي الزمالك النهارده في الكونفدراليه، كسب الزمالك بنتيجه 2-0. نتيجه 2-0 مش بس 2-0، المهم ان هو يعني ايه، قدم اداء حلو قدام نادي الزمالك، او بالاصح الزمالك قدم اداء مهين. الزمالك قدم اداء مهين للاعيبته قبل ما يكون للنادي كله. الزمالك اتذل النهارده في ارض الملعب، مش قادر يعمل حاجه. الفريق مكسح، معتمد على شويه لعيبه تقريبا. اللعيبه دي نسيت الكوره، اللي فيهم الاستريمر وفيهم اللي مش مجاله اصلا كره القدم، وفيهم ناس يعني الموضوع انك انت تخرج بنتيجه مذله ومهينه، وانك انت ادائك تحت الصفر بالشكل ده. مستحيل ده يكون نادي الزمالك. ودي الانطلاقه بتاعت الموسم الجديد للاسف. انت حتى لو ما عملتش معسكر، حتى لو ما راحش احمد فتوح، حتى لو ما راحش احمد سيد زيزو، حتى لو ما فيش مجلس اداره، ده حتى لو ما فيش اساريو قاعد بره على الدكه، مستحيل تقدم الاداء ده. مستحيل فريق زي ده اصلا يكسبك. انت لو جبت يعني انا راجل بكرش اهو، وجبت 10 من اصحابي بكروش ورحنا لعبناهم واحنا في السن ده حاجه اواخر الثلاثينات، ورحنا لعبناهم، والله العظيم هنكسبهم او هنعمل اداء احسن من اللي الزمالك عمله. مستحيل يكون ده اداء نادي الزمالك، ومستحيل تكون دي عقليه اللعيبه بتاعت نادي الزمالك، ان هي خلاص الامر الواقع بقى مفروض عليها وبقت راضيه بيه. يعني لو انا خسرت ايه يعني، هطلع ازعل بعد الماتش شويه وانزل بوستين على الانستجرام وخلاص. جمهور الزمالك كده كده الهزيمه دي وهيستنى الهزيمه الجايه والدنيا ماشيه، انت فاهم، ما بناخدش فلوس والدنيا جميله. مش مستحيل يا جماعه يكون ده اداء نادي الزمالك بالمنظر المهين ده. يعني الزمالك حطم كل الارقام القياسيه قدام الفريق ده. الزمالك اول فريق مصري في تاريخ الانديه المصريه يخسر قدام نادي من جيبوتي. يا جماعه النادي اللي كان بيلعب الزمالك اللي هو ارتا سولار ده، اولا اول مره نسمع عن سولار ده. ثانيا حتى لما لعب المقاولين ما ركزناش مع اسمه ليه. انت اي فريق مصري بيلاعب حد في الدور ال 32 ولا دور 64 بيكسبوا 6 7 5 مش عارف 10 اي حاجه. يعني الفريق ده اول ماتش افريقي يكسبه، دي على حساب نادي الزمالك. اول نادي مصري يكسبه في تاريخ الانديه المصريه، ودي على حساب نادي الزمالك. ارقام يا جماعه، الزمالك بيعمل عظمه، بيقدم عظمه، بيقدم يعني ريكوردات ما تتنسيش. طيب الفريق ده قبل كده اصلا لاعب نادي افريقي مش فاكر كان اسمه ايه، كسبه 14-0. اه والله 14-0. الزمالك ده الفريق ده لما راح لعب المقاولين كان نتيجه الذهاب والعوده 10-1 يا جماعه. يعني انت ايام سيف الدين الجزيري ما كان بيلعب في المقاولين يا جماعه. يعني الموضوع يعني مش اصلا دول مش لعيبه كره قدم، ده الثلاث ارباعهم بعد الماتش اللي بيطلع يشتغل في المحاره، واللي بيطلع يشوف له عربيه طوب، واللي يشوف له مترين رمل. يعني اصلا الفرق الافريقيه دي بتبقى جايه من مجاعات، وتقريبا ما بيلعبوش في بلدهم. ده كانوا بيلعبوا في تنزانيا النهارده، مفيش كوره عندهم، مفيش مجال. كانوا بيلعبوا في ملعب مش عارف الملعب ده ملعب عامل زي ملعب بيس، شويه كاميرا من فوق شويه كاميرا من تحت، جايبين لي كاميرا اللي هي ايرون اللي بتطير يا جماعه. مش يعني بس فين بقى نادي الزمالك؟ فين نادي الزمالك؟ انا بقول لك، انا لو جبت، انا راجل بكرش، ولو جبت 10 من زمايلي بكرو والله العظيم هنعمل اداء احسن من اللي عمله نادي الزمالك. مستحيل ده يكون فريق. تقول لي بقى اصل احنا ما عندناش مجلس اداره، تقول لي اصل احنا مش عارف ايه، احمد فتوح ما جاش، زيزو هو احمد فتوح وزيزو نادي الزمالك يعني هم حتى لو موجودين قدام نادي قوي هيعملوا ايه الاثنين؟ انت فعلا السنه اللي فاتت احمد فتوح وزيزو كانوا بيلعبوا معاك وما عملتش حاجه. المحصله ايه في النهايه؟ صفر. لعبوا معاك في البطوله العربيه، عملت ايه؟ صفر. لعبوا معاك السنه اللي فاتت في افريقيا، عملت ايه؟ صفر. لعبوا معاك السنه اللي فاتت في الدوري، صفرين. لعبوا معاك في الكاس 3 اصفار. لعبوا معاك اي بطوله انت دخلتها واخد العلامه الكامله، صفر. بسم الله ما شاء الله. بل بالعكس الزمالك بدا يقدم مستويات ان هو ينزل تحت الصفر بشويه، وده اللي بيحصل دلوقتي مع نادي الزمالك. بعد كده لما تيجي تسالني لماذا يلعب اوباما كره القدم، انت لو هتسالني السؤال ده انا اقول لك ما اعرفش. والله بجد انا ما اعرفش. يعني انا هو مش الكارير بتاعه ومش مش المجال بتاعه. يعني هي مش شغلانته اصلا. هو مثلا واحد زي محمد عبد الغني، ده راجل ستريمر طول الليل بيلعب مع تربون. مش عارف مصطفى اللي اسمه ابراهيم انضاي، ده راجل على باب الله تقريبا كان جاي مع الفرق دي وسابوه هنا وقعد. ممكن يعمل اي حاجه بره الزمالك، المهم ان هو لو راح نادي الزمالك
يحس بالعجز، يعني ما تفهمش، يحس بالعجز ويجيب بقى نفس العجز ده للجمهور اللي بيشجعه. الزمالك بيقدم مذلة لجمهوره بشكل غريب، بشكل مش منطقي. لو قاصد تعمل الاداء السيء ده مش هتعرف تعمله. فلماذا يلعب اوباما كرة القدم؟ انا ما عنديش والله الاجابة. هو قال لك الاجابة الوحيدة اللي عندي ان في اوباما هو مش مجاله، او مش شغلانته دي، يعني كرة القدم دي مش شغلانته. هو يشتغل في يعني في اي حاجه تانية، مطعم بتاع برج سمساره الكلام من ده. لكن كره القدم لا. في لعيبه في نادي الزمالك مش مجالها كره القدم، وفي لعيبه في نادي الاهلي. انا جاي للنادي الاهلي بس كمان شويه. انتوا بس اهم حاجه لعيبه نادي الزمالك او القائد بتاعها شيكابالا طلع امبارح بعد مش عارف، هو فتوح بعد الماتش، فتوح نزل كده بالنسبه لان الاهلي خسر عشان كان بيلعب معاه امام عاشور، وشيكابالا نزل ضحكه او بوست بيضحك فيه بعد خساره الاهلي. طب هل هي دي العقليه اللي انت بترضي بيها جمهورك؟ يعني انت لما تعمل كده انت كده خدت العلامه الكامله، او خدت البونت، او خدت بطوله. طب ما انت النهارده خسرت، هتنزل ايه؟ وبرضو بعض الاعلاميين زي معتز الشامي منزل بوست ما تعرفوش تاريخ الجزائر ايه، وقعد يعني هو طبعا عامل شير لبوست تاني وقعد يتكلم عن تاريخ الجزائر. البوست التاني ده وبيتكلم في الاخر ان اهم من نادي هناك هو اتحاد العاصمه الجزائري. طب النهارده ما نزلتش البوست ده ليه؟ مع نفس الصفحه اللي انت نزلت لها عامله بوست عن جيبوتي وعظمه جيبوتي، ما نزلتوش ليه يا جماعه؟ بطلوا تضحكوا على عقول الناس، بطلوا تدلسوا الحقائق. لما فريقك يكون وحش قول فريق وحش، فريق ما يستاهلش اصلا ان انا اتعب نفسي كجمهور واشجعه، ما يستاهلش حاليا. انت مش بتهين ناديك، انت بتهين اللعيبه. اصل اللاعب ده موظف في النهايه، هيجي كام سنه وهيمشي، وممكن لو جاله فلوس اعلى في اي مكان تاني يمشي، ما بياخدش فلوس. مش قصتنا يعني، دي مش قصتنا. بعد طبعا الزمالك بيقدم في الكونفدراليه يعني اداء فاقد الاهليه وفاقد الهويه وفاقد كل حاجه. الزمالك بقى فاقد كل حاجه، وخلي بالك انت بتفقد جمهورك كل حاجه، فالموضوع خطر. لما تيجي بقى تقول لي اصل احنا ما عندناش مجلس اداره، ما عندناش مش عارف ايه، ما عندنا انتخابات، لعيبه ما خدتش مستحقاتها، والله العظيم ده ما مبرر. ده مش مبرر. انتوا كلكم كنتوا مشاركين في الجريمه اللي كانت بتحصل، ومفيش فيكم راجل طلع السنه اللي فاتت او طلع الموسم اللي فات وقدر يتكلم. حتى اللي اتكلم بعد البطوله العربيه عارف اللي هيحصل وطالع ياخد اللقطه. ما اتكلمتش ليه من بدري لما انت الفلوس بتتخصم منك من بدري؟ ما اتكلمتش ليه؟ لعيبه الزمالك اللي بيقول لك بقالنا اكتر من 6 شهور و7 شهور ولينا مستحقات متاخره من سنين، ما اتكلمتش ليه؟ ما كنتش تقدر تتكلم عشان عارف انك لو اتكلمت بره النادي وابوك وامك واختك هو كان حاطط رجله على بق اي حد بيتكلم. انت مش مسترجل نفسك ومش كنت تقدر تتكلم في وجوده، دلوقتي عامل فيها البطل المغوار وعايز تتكلم وعايز تقول انا ليا مستحقات وانا مش هلعب وانا مش هعمل. للاسف كله على حساب حرق الدم جمهور نادي الزمالك. بعد كده معانا بعد خساره السوبر الافريقي الاهلي امام اتحاد العاصمه الجزائري. انا موافق جدا ان الاهلي يخسر. ليه؟ لان الاهلي اولا ما احترمش الاتحاد العاصمه الجزائري، ما احترموش. لعيبه نازله عايزه تحتفل وهم في كل دور داخلين بيضحكوا مش عارف، والممر بيضحكوا وهق ومق ده مش لعيبه نازله مركزه ان هي تخش تاخد بطوله وتتوج بالبطوله على حساب اي حد كان بيقابلها. اتحاد العاصمه الجزائري فريق محترم، فريق محترم وعنده امكانيات اهلته ان هو ياخد الكونفدراليه اللي هي تاني اصعب بطوله في افريقيا. فكون ان هو وصل ان هو ياخد البطوله دي وبيقابل صاحب دوري ابطال افريقيا وبيلعبوا على الكاس، معنى كده ان الفريق ده اجتهد ووصل لمكانه عاليه جدا. معنى كده انه عنده امكانيات، معنى كده ان هو انت لازم تحترمه. اي فريق بقى اللي قبل الاهلي بيقابله هو بيبقى خايف منه. الفريق اللي بيقابل الاهلي بيبقى خايف من الاهلي طبعا، بالشعبيه بالجمهور بالتاريخ باللعيبه اللي موجوده بالامكانيات بالفلوس بكل حاجه. لكن هو ممكن يخاف منك بس، لكن ممكن ما يحترمكش. زي نادي الوداد، نادي الوداد يخاف منك، ما احترمكش في ماتش العوده وهو خسران منك هنا 2-1، قال لو جبنا هناك 1-0 نقدر نكسب. مع ذلك ما احترمكش، لكن كان خايف منك، ما احترمكش وقدرت ان انت تكسبه. لان النادي اللي ما يحترمش النادي اللي قدامه او النادي اللي بيلعب قدامه في ماتش، طبيعي جدا ان هو مش هيحالفه التوفيق حتى لو عمل اللي عليه. لكن الاهلي حتى ما عملش اللي عليه. الاهلي يستاهل الخساره من A to Z. لعيبه عاله، في لعيبه في الاهلي عاله، وكولر اظهر لهم العين الحمراء لبعض اللعيبه دي زي طاهر محمد طاهر زي صلاح محسن، وفي اشاده برضو ببعض اللعيبه زي رضا سليم انك تعمل الاداء ده
او انت لعيب مبشر هيجي منك، وخاصه سنك صغير. امام عاشور معذور، لازم تقفل ودنك بالنسبه للجمهور اللي بيشيد بيك والجمهور اللي بينتقدك. غير كده مش هتعرف تكمل في الارض الملعب، مش هتقدر تكمل في ارض الملعب. وكولر يعاب عليه ان هو برده نزلك، كان المفروض استعان بيك في الشوط الثاني. قفشه من اللعيبه اللي نزلت عملت الفارق. بيرسيتاو معذور، راجل لاعب كان بيلعب مع جنوب افريقيا وجاي وبرده منهك. علي معلول تحت الصفر، مش بمزاجه، غصب عنه. دفعت المنتخب المصري 90 دقيقه من يومين وكسبانين 3-1، فالراجل مش قادر، لا سنه ولا لياقته يسمحوا له باللي انت طالبه منه. حتى السروهات اللي كانت بتتعمل له عشان يطلع يعمل الكورنر او يطلع يعمل العرضيه، الراجل كان بيتعمل له السروق في الشارع الثاني، كان بيطلع ياخد السبرنت ويرجع تاني، الكوره طلعت بره الملعب. فشويه لعيبه، مروان محسن، مروان عطيه لازم يغير من تكنيكه شويه، وبلاش سنه الغرور. بالنسبه لحسين الشحات، انت مش عشان ما فيش حد قاعد لك بره على الدكه. بالنسبه لاحمد عبد القادر اللي غيابه ما حدش عارف اسبابه ايه بالظبط، اسبابه فنيه ولا اسبابه تعتبر ايه، الواحد بيجيب جاهز. فلا، في لعيبه في الاهلي ما كانتش تستحق الاشاده بيها. كهربا لازم تسترجل شويه وتبطل انك انت تقع والكلام من ده. لازم لما تطلع بره الصندوق ترفع عينك وتبص، وانت جوه الصندوق امبارح واخد الكره وبتتمشى قدام الست يارده، طب ما تشوط ولا تباص لاي حاجه، ارفع عينك ارفع عينك. خلي بالك موديست هينزل، وكولر قالها لبعض اللعيبه، بالنسبه لي انا اللي هيقدم معايا في ارض الملعب هو اللي هعتمد عليه، والبديل بتاعه لو نزل ادى احسن منه هعتمد عليه بالنسبه لخطتي. بعد كده مش هعتمد على اي اسم ولا اي شعبيه لاي اسم. بالنسبه لطاهر محمد طاهر، بسم الله ما شاء الله، يعني اداء بيقدم اداء روح نادي الزمالك، يعني هو بسم الله، يعني انت روح نادي الزمالك انت واباما هناك هتعملوا بص دويتوهات عالميه. فلا، الموضوع الاهلي يستحق الخساره ولا يستحق المكسب بكل الاشكال وبكل الطرق. واخيرا في عقوبات اتطبقت على الاهلي عقب الخساره، او على لعيب الاهلي عقب الخساره، ودي اللائحه طبعا بتاعت النادي الاهلي، وهتطبق على الكل، وهتطبق بنسب متفاوته بالنسبه للعيبه اللي خسرت واللي شاركت واللي ما شاركتش. وبالنسبه للاهلي نتمنى ان شاء الله ان الاستعداد للموسم اللي هو اللي هيبدا معاك بماتش المصري يوم الاربعاء، مصر مدجج بالصفقات، تبدا تعمل اعداد كويس. لعيبه هترجع النهارده السبت، عملوا عمره النهارده وراجعين النهارده تقريبا، او رجعوا مصر، انا بصور السبت بالليل، وان شاء الله الحلقه تنزل الاربع. فاللعيبه ان شاء الله تبدا تعمل استعداد كويس لماتش المصري. وبالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك اللي جاي من ارتا سولار، شايل من هناك 2 في صفحتين، فيجي بقى يعمل استعداده، لان الماتش الجاي بسم الله ما شاء الله مع بيراميدز. بيراميدز لو عنده شفقه وعنده رحمه مش هيشيل الزمالك اكتر من 5 لو بيرحم. ولو لعيبه الزمالك ادت نفس الاداء، لعيبه الزمالك دي يعني مش متتوقعهاش، ممكن يجوا قدام نادي بيراميدز دول ويعملوا اداء فل يعني حاجه بص انت مش متخيلها، ويجي الماتش اللي بعديه مثلا قدام نادي زد اللي لسه صاعد الدوري ويخسر. هو لعيبه الزمالك كده، او هو نادي الزمالك كده، ملوش ملكه، يعني هو نادي ملوش ملكه. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. قول لنا رايك في التعليقات، سبب خساره منتخب مصر قدام تونس من وجهه نظرك انت، وسبب خساره النادي الاهلي لكاس السوبر قدام اتحاد العاصمه الجزائري، وسبب شيلان نادي الزمالك النهارده من التا سولار اللي مولعها نار ب 2-0. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.